يعني انت مش بتختار غلط، لكن كمان بتختار من نفس الجرح اللي معرفتش تداويه قبل كده. عمرك لاحظت انك كل مرة بتدخل علاقة بتلاقي نفسك مع نفس النوع من الاشخاص، نفس الوجع ونفس الهم ونفس الدايرة؟ طب ليه؟ ليه بنلف في نفس الحلقة رغم ان الوجوه بتتغير؟ الموضوع مش صدفة، الموضوع اعمق من كده بكتير. في قانون نفسي بيقول ان اللي ما بتعرفش تعالجه بيعيد نفسه ويتكرر تاني. يعني ايه؟ يعني كل حاجة جواك مش مفهومة ولا متشافة ولا متصلحة هتفضل تجذب لنفسك نفس النوع من الاشخاص، كأنك بتحاول تخلص علاقة علشان تبدأ في علاقة من جديد، علشان تداوي جرح موجود وما انتهاش ولا تعالج ولا تفهم ولا تصلح. في الكوتشنج بنسمي ده الدواير المفتوحة. لو اتعودت من زمان ان انت تقبل ان حد يتجاهلك، غالبا هتنجذب لنفس النوع من الاشخاص اللي هم يتجاهلوك، وتفضل تحاول تكسبه كأنك بتحاول تثبت لنفسك ان انت تستحق تتحب. لو كنت دايما بتحاول تبذل مجهود علشان تتشاف والناس تشوفك، غالبا هتنجذب لشخص دايما بتحاول تطمنه وتتعب 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 وانت ساكت. يعني انت مش بتختار غلط، كمان انت بتختار من نفس الجرح اللي معرفتش تداويه. بتحاول يمكن في علاقة تانية يتداوى وتلف الدايرة بينا. وهنا بقى السؤال المهم، ازاي اخرج من الدايره دي؟ ومش هقول لك عليه الا لما تعمل لايك وشير. طبعا انا بهزر، اعمل لايك وشير عشان تدعمنا طبعا، وهات كوبايه الشاي وتعالى علشان ندردش كده شويه مع بعض ازاي تعرف تخرج من الدايره دي. عايزك اول حاجه تعرف جذر الموضوع، ايه الاصل في الموضوع، ايه المشكله. يعني ايه؟ مش كفايه انك تقول انا دايما بقابل ناس مش كويسه ودايما ربنا بيوقعني في الناس اللي مش كويسه. ده مش كفايه. اسال نفسك انا ليه بتعلق بيهم؟ ايه هو الشعور اللي هم بيكملوه جوايا؟ ايه اللي انا محتاجه؟ ايه الشعور اللي الناس دي جايه تكمله عندي؟ هل بحس ان انا مهم؟ بحس ان انا مطلوب؟ بحس ايه الاحساس اللي انا محتاجه اللي هم بيكملوه جوايا؟ عايزك تجاوب بصراحه على الاسئله دي. تاني حاجه، ابدا اتعامل مع الطفل اللي جواك. الطفل اللي جواك، اوعى تنسى الطفل اللي جواك ده، الطفل اللي بيصرخ جواك مع كل ألم، والألم ده بيكون نابع من زمان. لما تقابل الطفل اللي جواك وتطبطب عليه وتحضنه وتقول له انت زعلان من ايه اللي مزعلك، وتقدر ان انت تتعاطف معاه. الطفل اللي ما تشافش من زمان، الطفل اللي كان بيرضى بقليله، لما تبدأ تسمعه وتطبطب عليه مش هتختار حد غلط يطبطب عليك وتشتكي وتلف في نفس الدايرة تاني. في الكوتشنج دايما بنقول ان العلاقة مش مراية للي ناقص فيك، العلاقة هي شيء بيظهر اجمل ما فيك وبيلمعه وبيبينه. فانت لو في علاقة بتظهر اوحش ما فيك او بتكمل اللي ناقص عندك، يبقى انت في مشكلة. حاول تختار العلاقات اللي تظهر وتطلع اجمل ما فيك. لو فضلت تجذب نفس النوع من الاشخاص في علاقاتك، يبقى في حاجة جواك بتطلب ان هي تتشاف، تتفهم، تتحس. اسئلة لازم تسألها لنفسك، انا ليه بسكت؟ ليه ببرر؟ ليه كل مرة بقع في نفس الدايرة دي؟ لازم تسأل السؤال ده، علشان السؤال ده هيصحي جواك نقطة وعي، وكأن حد بيسألك على السؤال ده لأول مرة. لو جيت واشتكيت لي في مشكلة وانا قلت لك انت ليه بترضى بكده، ساعتها هيحفز جواك نقطة وعي وهتبدأ تفكر، تصدق صح، هو انا ليه متعود ان يحصل ده معايا كتير؟ انا ليه برضى بكده؟ اسأل نفسك السؤال ده. وطبعا واكيد الاسئلة اللي احنا بنسألها دي لناس معينة، لناس هي عندها مشاكل في العلاقات، ومفيش حد فينا ما عندوش مشاكل في العلاقات. علاقة زوجية، علاقة مع أبناء، علاقة مع صديق، علاقة في العمل، الحياة كلها علاقات. فما تستبعدش نفسك من الكلام اللي بنقوله ده حتى لو عن طريق الوعي. لما تجاوب بصدق على الأسئلة اللي احنا قلناها ديت، مش هتكون بتختار ناس مختلفة، لا، ده انت بذات نفسك هتكون مختلف وهتلاحظ الفرق.
انت هتكون قوي، اقوى من دلوقتي، وهتكون ناضج، وهتكون قادر ان انت تستوعب نفسك. وساعتها هتختار علاقة حب حقيقية، مش علاقة تكون عبارة عن اختبار. في النهاية مش مهم كم مرة وقعت، المهم تبدأ تسأل نفسك ليه، وتوقف بقى الدايرة دي بدل ما تفضل تلف عليك كده كل مرة. وبس كده، سلام.